الشهداء الثلاثة في فسيح جناته وأن يتغمدهم برحمته ويلهم أهلهم الصبر والسلوان. معنا على الهاتف سيادة اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام. سيادة اللواء مساء الخير يا فندم والبقاء لله. مساء النور يا أستاذ عمرو، سبحان من له الدوام. سيادة اللواء الحقيقة الحادث طبعا قد يكون حادث الحقيقة متكرر، ولكن على الرغم من ذلك حابين نظهر الوجه الآخر من هذا الحادث، وهو أن قدراتنا الأمنية الحمد لله في شمال سيناء بخير، وأن هذا الحادث هو ربما يكون يعني شيء نتمناه أخير بإذن الله يعني. إن شاء الله. وطبعا يعني زي ما حضرتك أشرت يعني احنا الأداء الأمني في شمال سيناء جيد جدا، في مواجهات، في يعني تصدي، في تراجع كبير في العمليات الإرهابية. النهارده الحادث بتاع اليوم كان باستهداف كل أمني، والاستهداف كان بالقذيفة RPG. أسفر عن الحادث استشهاد 3 مجندين نحتسبهم شهداء عند الله، وإصابة 8 مجندين آخرين نقلوا للمستشفى للعلاج. ويعني بالرغم من التضحيات بتاعت رجال الشرطة واللي بيقدموه من جهد كبير وتضحيات بالغالي والنفيس، إلا أن وزارة الداخلية ورجالها عازمين على مواجهة ومواصلة التصدي لعناصر الشر والإرهاب، ويعني لحين اقتلاع جذوره مهما كلف ده رجال الشرطة من غالي ونفيس من أجل استقرار الوطن وأمن المواطنين. طبعا الحقيقة سيادة اللواء يعني بعد ما طبعا قدمنا لحضرتك التعازي ولأسر الشهداء وبندعو المصابين إن شاء الله بالشفاء العاجل، ولكن على قد ودي مش أول مرة الحقيقة بنكلم حضرتك في هذا الموضوع، على قد ما في رجال من رجال الشرطة يعني ما بيبخلوش على البلد دي بدمهم الحقيقة، ولازم إن احنا نقر بذلك يعني ونعترف بذلك بكل تأكيد. ولكن على الجانب الآخر في بعض الأشخاص بيسيئوا إلى هذا الجهد الكبير وبيسيئوا إلى الدم اللي بيسال، يعني في الوقت اللي فيه رجالة بتسيل دمها في سينا من رجال الشرطة، في نفس الوقت اللي أمين شرطة بيسيل دم مواطن مصري في الشارع بسلاحه الميري. يعني الله يكون في عونكم حقيقة يعني. بالضبط يا أستاذ عمرو، طبعا زي ما حضرتك بتقول يعني هذا التصرف المؤسف طبعا يعني هو بيؤلمنا احنا في المقام الاول، لان هو بيسحب من الرصيد بتاع وزاره الداخليه، وبيسحب من الثقه اللي احنا بنبنيها لدى يعني عربيه الشرطه المقلوبه قدامنا دي، يعني ما هو ما يصحش برضه. يعني الحقيقه احنا فاهمين مشاعر الناس، ولكن يصعب على الواحد ان هو يشوف المنظر ده الحقيقه برضه. مع عربيه الشرطه دي هي اللي بتامني، عربيه الشرطه دي هي اللي فيها المجند والضابط والامين اللي بيستشهد برضه، يعني ما شيء صعب الحقيقه. يا فندم هو جهاز الشرطة ده جهاز ملك الشعب، جهاز بيعمل لخدمة المواطنين. شعار الشرطة ان الشرطة في خدمة الشعب. ولكن يعني زي ما حضرتك أشرت نحن نفاجأ، أو يعني نختار لفظ ثاني نقول نحن بنصدم في بعض التصرفات التي تقع من بعض رجال الشرطة وتسيء إلى جموع رجال وزارة الداخلية. يعني هذا الفرد الذي ارتكب هذه الوقعة المؤسفة والمؤلمة النهاردة ده يعني النهاردة يعني طفى احتفال كان السيد وزير الداخلية بيكرم فيه 100 أسرة شهيد بيسلموا الأوسمة والأنواط التي تم منحها ليهم، و40 مجند ممن أصيبوا في مواجهات أمنية ضد الارهاب وضد العناصر. ولكن الصوره اللي احنا الحقيقه بنشوفها يعني يقتل بياع شاي عشان خاطر مش عايز يدفع ثمن الشاي والسجاير اللي خدهم، يعني بيفتري على الغلبان بسلاحه الميري. فهنا الوقفه يا فندم، يعني بعد حادثه الضرب الاحمر واضح ان الراجل اللي اسمه السيد زينهم ده امين الشرطه ده واضح ان هو يا فندم ما ارتدعش، يعني واضح ان الاجراءات اللي تم اتخاذها مش رادعه. الواقعه الاولى بتاعت الضرب الاحمر يعني والحكم اللي صدر فيها، الحكم ده المفروض ان هو بيشكل رادع عام ورادع خاص، رادع خاص اللي ارتكب الواقعه، ورادع عام للاخرين. ولكن احنا يعني زي ما بقول بنظلم في بعض التصرفات من بعض افراد الشرطه. يعني الوزاره
التعليمات والتوجيهات المستديمه هي حسن معامله المواطنين، العمل على دعم ثقتهم في اجهزه الامن، تاديه الخدمات ليهم في سهوله ويسر. وظيفه رجل الشرطه هو حمايه وتامين المواطن وليس الاعتداء على المواطن. لكن مع حضرتك يا فندم، لكن للاسف البعض من امناء الشرطه، والحقيقه احنا يعني نادر جدا لما بنقول ضابط، او تقريبا شبه ما قلناش بقالنا سنين، لكن بنلاقي ده من امناء الشرطه. ده يا فندم ما يعتدش مؤشر؟ البعض طالب، وحضرتك فاكر بعد مساله الضرب الاحمر، ان يكون في سحب السلاح من امناء الشرطه في غير الخدمه. بيتم سحب السلاح فعلا، والواقعه دي النهارده للاسف الشديد جدا هذا الفرد كان فرد حراسه مستخدما السلاح بتاع الخدمه المسلم ليه. كان المفروض كان في حراسه مستشار. يعني الوزاره يعني في يعني زي ما السيد الوزير اشار في تصريحات سيادته ان احنا بننقي نفسنا، ان احنا بنطهر نفسنا. هناك متابعات مستمره لاداء رجال الشرطه، من يثبت في حقه التجاوز، ومن يثبت في حقه عدم الالتزام والانضباط، ومن يثبت في حقه عدم الالتزام بالتعليمات يتم نقله الى اعمال اخرى لا تتصل بالجمهور. في حالات انهاء خدمه، في حالات حاله للاحتياط، في اجزاءات، في حالات ايقاف عن العمل، تمام. في اجزاءات اداريه شديده، في زي ما السيد الوزير قال الوقائع التي تشكل خروج عن القانون. الوزاره هي التي تقوم بتحرير المحضر وحاله الواقعه بالمتهم من رجال الشرطه الى القانون. قال السيد الوزير ايضا ان لا احد فوق القانون، كل رجال الشرطه او كل الناس سواسيه امام القانون، لا في فرد ولا مجند ولا ضابط فوق المساءله سواء كانت الاداريه او القانونيه. وده من الثوابت النهارده المستقره في منظومه عمل وزاره الداخليه. واول حاجه اتعملت تم القاء القبض على هذا الامين، وتم ضبط السلاح، وتم وضع القيد الحديدي في ايده، وتم تحرير المحضر، وتم التعامل معه على ان هو خارج عن القانون ويعامل معامله المجرمين الجنائيين لانه ارتكب واقعه تشكل جريمه. يعني نقدر نقول سياده اللواء ان مساله سحب السلاح من امناء الشرطه في غير فتره الخدمه، حضرتك شايف ان ده امر صعب؟ في تم سحب سلاح كتير جدا من ناس يعني لا تستدعي حالتهم حمل السلاح، ولكن في بعض الاماكن التي يعني يمكن ان يتعرض فيها الافراد اثناء ذهابهم او دعوتهم للعمل الى مخاطر، الناس دي معاها السلاح، ولكن من يثبت اساءة استخدامه للسلاح يتم سحبه منه فورا. تمام. اشكر حضرتك شكرا جزيلا سياده اللواء ابو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخليه للعلاقات العامه والاعلام، ومعي على الهاتف سياده العقيد خالد عكاشه الخبير الامني. مساء الخير خالد بيه. مساء الخير يا فندم، تحياتي.